مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. اليوم بدي أحكي لكم عن ستيف، هذا الرجل الأمريكي اللي جنن شركات الطيران وفي الأخير دفعهم مصاري وطلب تعويضات منهم، بحيث أنه هذا الرجل في عام 1987 اشترى تذكرة ذهبية من شركة الخطوط الجوية الأمريكية سعرها 250 ألف دولار، يعني ربع مليون دولار. هذه التذكرة بتسمح له بالسفر على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية الأمريكية مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى تذكرة مرافق معه سعرها 150 ألف دولار. المهم أنه ستيف هذا حجز في أكثر من 10,000 رحلة، وفي بعض الأحيان كان ليسافر بس علشان يأكل ساندويتش في مطعم معين أو علشان يحضر مباراة، وكان أحيانا يسافر مع مشردين ليعيدهم لبلدانهم، أو لو كان متضايق فبيروح يحجز مقعد المرافق لشخص غير حقيقي ليكون المكان بجانبه فاضي خلال الرحلة، ولو كان به ملل بيحجز وما بيسافر. يعني الزلمة كان شغال يعني 5 بلدي في هدول الشركات. كان ابنه بيحضر كل المناسبات الرياضية في كل مكان في العالم، وكان أحيانا يسافر لكندا في الصباح ليشتري من كندا ووجبة وزوجته تحبها ثمنها 50 دولار فقط. يعني كان يروح على كندا عشان يشتري وجبة لزوجته سعرها 50 دولار ويروح من خلال هذه الشركات. وفي شهر يوليو سنة 2004 فقط سافر ل 18 بلد، وكان دائما بيقول بأنه بيقدر يروح وين ما بده في أي مكان في أي وقت في العالم، بس كل المطلوب منه أنه يحضر الأواعي تبعاته في هالشنطة ويطلع على المطار. وفي خلال 20 سنة اللي قضاها في هذه الجولات، يعني تقريبا في عام 2008، ستيف كان قد سافر ل10,000 مرة، وسافر فيها 10 مليون ميل، وحصل على 40 مليون نقطة طيران، وسافر 500 مرة لإنجلترا، وسافر 70 مرة لأستراليا، و120 مرة لطوكيو، وكلف الخطوط الجوية الأمريكية 21 مليون دولار خسائر. فكانت ردة فعل الشركة إنها قررت بأنها توقف له تذكرة الطيران الذهبية بأي طريقة. وفعلا في يوم 13 ديسمبر من عام 2008 جاء للمطار ليسافر بصحبة صديق له كالعادة، فوجد رجال الأمن يوقفوه في المطار ويبلغونه بأن تذكرته أصبحت غير سارية. وهذه كانت الصدمة الكبيرة لستيف، والتي بسببها رجع لبيته مصدوم ولم ينم لعدة أيام. ولكنه قرر بعدها بأنه يرفع قضية على الخطوط الجوية الأمريكية، وكانت شكواه بأنه أمريكا بلد الحرية والعدالة والديمقراطية، وأن الخطوط الجوية الأمريكية دمرت حياته بحيث بحيث أنها أبعدته عن هوايته المفضلة وهي السفر. وبالفعل بعد رفعه الدعوى القضائية ضد الشركة بسبب قيامها بالإخلال بوعودها ومصداقيتها، وطلبه تعويض وطلبه تعويضات من الشركة عن حالة الحزن اللي تسببت له. كسب القضية وحصل على تعويض 3 مليون دولار، رجعت له تذكرة السفر المجانية اللي تعتبر فعالة فعلا لمدى الحياة. وهنا سأقف دقيقة صمت وأنا قاعد في غزة وتحت القصف وبقرأ هيك منشور وهيك موضوع. الله يفرجها أحسن شيء ويعطيكم العافية. تنسوش تعملوا لنا لايك ومتابعة.